لو معاك الشهرة والفلوس وتقدر تعمل اي حاجة تيجي في دماغك وقت ما تحب، ايه اللي ممكن تعمله وقتها؟ مهما كانت اجابتك مش هتكون زي اجابة نجوم الكيبوب في كوريا. نجوم الكيبوب معاهم كل حاجة تحلم بيها تقريبا، الشهرة والفلوس وبنات كتير جدا 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 جدا. والفانز او البنات الكتير دول مش في كوريا بس، في العالم كله. لكن بعضهم عنده حياة مزدوجة. تقدر تقول على الحياة المزدوجة دي ان هي عالم مخفي اكتر ما هي حياة مزدوجة. والعالم ده مليان فيديوهات لبنات بتتسحل وبتتضرب وبتغتصب وبتتهان. واحد المتهمين اللي اتعاكشوا في الحوار ده قال ان المكان اللي كان بيحصل فيه كل ده، ان المكان ده فيه اوضه، مهما كان اللي بيحصل في الاوضه دي عمرك ما هتعرف ولا هتسمع اللي بيحصل جوه. النهارده بقى اجيب لك قصص الناس اللي حاولوا ياخدوا حقهم من اللي بيتقال عليهم نجوم الكيبوب. واللي هتسمعوا مني دلوقتي ده على لسان واحده من ضحاياهم. اول ما رجعت البيت كنت مصدومه، ما كنتش عارفه اعمل ايه. اتصل على البوليس اقول لهم ايه؟ طيب اغتصبوني ولا اني كمان اتصورت غصب عني معاهم وانا عامله نفسي مبسوطه؟ وده غير اللي صوروه وهم بيعملوا اللي عملوه. مش عارف ابدا منين ولا اعمل ايه، لانها في الاول والاخر معجبه كبيره بيهم، وهم استغلوا اعجابها بيهم ده. كانج كيونج يون، صحفيه كوريا، من الصحفيين اللي ساهموا في انتشار الاخبار السريه للمجموعه دي، وقالت ان هي اختارت المجال ده في الصحافه بالتحديد لانه شبه الحياه الواقعيه بس على صغير ومحكوم اكتر، لان المشاهير في الاول والاخر يتعدوا على الصوابع، وفي اغلب تحركاتهم متراقبه، والناس كلها عايزين يعرفوا الناس دي بتعمل ايه. وقالت ان الشخص المشهور ده بيكون متاح له حاجات كتير، والحاجات الكتير اللي بتبقى متاحه له دي اي شخص عادي بيكون نفسه فيها. جونج جون يونج، وده اول المتهمين في القضيه دي. ورب اكون قلت اسمه صح، لان وانا بجهز الفيديو ده لساني اتعوج. واللي حصل معاه باختصار انه كان مرتبط بواحده وكان متصور معاها فيديو، فعادي اتنين مرتبطين ومتصورين في البيت، بس ده عادي عندهم مش عندنا. فالمهم مش هندقق على النقط دي. هو ما كانش معرفها هو مصور الفيديو ده ليه، وجا في اخر الفيديو وهو مصوره معاها وقال لي يا اصحابي عاملين ايه، فمعنى كده ان هو مصور الفيديو ده لناس. ومن هنا بدأت قصتنا، واللي هي اكتشفته بعدين ان هو بعت الفيديو ده على جروب فيه تقريبا 250,000 انسان، وطلع فيه عنده على التليفون جروبات كتير للنجوم الكيبوب، هما وناس تانية كتير فيها. النجوم دول بيتصوروا فيديوهات مع بنات وبيبيعوها على الجروبات دي، واقل جروب فيهم كان فيه 250,000 انسان، ده اقل جروب، وكان فيه بتاع 5-6 جروبات. فبالميت الفيديو ده شافه 1,000,000 انسان، فاي واحده الفيديو بتاعها ينزل هناك هي خلاص اتجرست. والقضيه بتاعت جانج جون يونج ده، هو ليه ما ينفعش اسمه يبقى جانج وخلاص؟ هقول جانجو وخلاص علشان ايه لساني بدأ يبوظ. فاول مره بس هنقول اسم الانسان طويل، وبعد كده ناخد اول حته وانت هتفهم، لان مفيش غيره في الفيديو. في موضوع جانج ده، لما الموضوع بدأ يكبر وبقى البوليس مضطر ان هو يتدخل، رفض ان هو يديهم تليفونه علشان يشوفوا في ايه، واضطر ان هو يدي تليفونه لشركه امانات علشان دي شركه وكان ليها سياسات ان الامانات اللي جوه مش مسموح لاي حد يوصل لها غير صاحبها اللي حاططها جوه بس. فبالتالي الشرطه مش هتعرف توصل للتليفون. وجايب لك تسريب لمكالمه المحامي بتاعه مع الشركه دي، والمكالمه كانت عشان الموضوع يخلص مع الشرطه في الانجاز. وفي الاخر القضيه خلصت على ان مفيش حاجه، وان هم ما لقوش حاجه في التليفون، مع ان الشرطه فعليا ما وصلوش للتليفون ولا بصوا على الداتا اللي فيه اساسا. بس حوارات الفيديوهات والجروبات دي كانت مسنوده من ناس تقيله في كوريا، ده غير شهره نجوم الكيبوب نفسهم. لو البوليس في اي تحقيق غلطه صغيره بس الدنيا هتتقلب، لان فانزات الناس دي كتير جدا، ملايين ممليانه، وحرفيا الملايين دول بيعبدوهم، استغفر الله طبعا. بس في عرب اصلا كده، فكك من كوريا، اكيد طلع لك ناس كده، الناس دي ما بطيقهاش بصراحه. بس ما علينا، نرجع لموضوع الفيديو. والاخ جونج ده بقى قدام الدنيا كلها هو الضحيه، وان اللي هو اتصور معاه الفيديو هي اللي مفتريه، اتفضحت بالفيديو وطلع هي الغلطانه. وبما ان اول قضيه في الموضوع ده اتعملت فشلت لمجرد ان اللي فيها مشهور جدا، فده فتح الباب لحاجات اكبر وانيل مليون مره هنعرفها دلوقتي حالا مع بعض. بس الاول خلينا اصدمك، بما
بما ان تليفون جونج عمر ما حد بص فيه ولا حتى الشرطه، فجونج كانت دماغه متفسيه من الموضوع ده خلاص ونساه اساسا، وساب التليفون في الشركه وما جاش جنبه تاني. لكن اللي هو ما كانش يعرفه ان والتليفون في الشركه دي، الشركه قررت احتياطي ان هي تاخد نسخه من الداتا بتاعت التليفون، وفعلا اخدوا الداتا بتاعت كل حاجه على التليفون. وبعد 3 سنين من القضيه دي، موظف كان لسه جديد في الشركه كان ليه اكسس او وصول للبيانات اللي بيتعمل لها نسخ بتاعت العملاء، وكجزء من شغله مسموح له انه يوصل للبيانات دي لان هو اللي بيعمل لها نسخ اساسا، فلازم يتاكد ان كلها اتنسخت. فهو بيدور في الملفات اللي عنده لقى ملف باسم جونج، فالفضول خلاه يدخل يبص ايه ممكن يكون على تليفونه، ولقى الشتات بتاعت كل البلاوي بتاعته، وشاف الجروبات كلها بكل حاجه حصلت فيها بكل البني ادمين اللي جوه. وهنا قرر ان هو يفضح. مش مغير التيشيرت عشان افليكس وكده ان انا عندي تيشيرتات، بس زي ما انت شايف الفيديو طويل جدا فمستحيل صورته في قعده واحده. نرجع نكمل قصتنا بقى. على حظ جونج الاسود بقى، الداتا بتاعته دي اتبعتت لصحفيه اتظلمت منه اول ما الاخبار طلعت عن الموضوع ده، والفرصه جت ان هي ترجع حقها من تاني. بس الحقيقه هي ما لقتش الفيديو اللي القضيه كلها قامت عليه، بس الصحفيه دي لقت فيديوهات تانية لبنات تانية كتير وهم بيستغلوهم، ده غير طبعا البلاوي اللي كانت في الشتات. وما كانش هو بس اللي بيستغل البنات دي، كان اكتر من حد من نجوم الكيبوب كمان، ومنهم شوي جونج هون او هون، اساميهم غريبه ومش هندقق فيها. وزي ما هو باين كان بيخليهم يسكروا غصب عنهم، وكان بيبوسهم كمان غصب عنهم. واغلب فانز الناس دول بنات اندر ايج. اشهر حد بقى كان في الجروب ده ولسه مشهور قوي لحد دلوقتي، واحد اسمه سيونجري، ويا رب اكون بقول اسمه صح، كده الاسم طلع لك. وده فعلا اللي مشهور فيهم جدا، لدرجه اني معرفش اي حاجه عن الكيبوب ولا بتابع اي حاجه ليهم، بس الشخص ده انا اعرفه لان طلع لي بوستات كتير عنه، واعرف انه في فريق اسمه بيج بانج حاجه كده. وهو ده بصراحه ما عملش زيهم قوي ولا كان بيصور بنات وكده، هو عمل الانيل، كان بيعمل حفلات كبيره بيعزم فيها رجال الاعمال الاغنياء جدا عشان يعملوا له حفلات ودعايه، يعني تقدر تقول زي تركي الشيخ كده بس نسخه كوريا. وناس كتير بقى ده الناس اللي كانوا بيقولوا مش هو نفسه، فلازم يكسب ودهم علشان يظبطوه. وعشان كان يقنعهم بطلباته كان بيبقى حاجز لهم اوض في فنادق، والاوض دي كان بيبقى جواها البنات اللي هو بيجيبها لهم. ومش محتاج اقول لك كان ايه اللي بيحصل في البنات. طب والبنات دي كانت بتروح الفنادق دي ليه؟ هم عبط يعني؟ من الواضح ان هم كانوا بيعملوا كده بمزاجهم بما انهم دخلوا الاوضه. الصراحه لا، في مشكله ومشكله كبيره جدا كمان. كانوا لسه مفتتحين فندق، والفندق ده اتعمل له دعايه جامده جدا واسمه سونو ريزورت، فكانوا بيعزموا البنات هناك كانهم بيفرجوهم المشروع الجديد. وكان في كمان تزحلق على الجليد، فكانوا بيروحوا يتزحلقوا وينيموهم. بينيموهم ازاي؟ كان البنات دول بيتقدم لهم مشاريب، واللي ما كانتش بتسكر او بتشرب اي حاجه كانوا بيقدموا لها ميه عادي. وكده كده انت حد مشهور جدا والناس دي بتموت فيك، فلو اديتهم اي حاجه ياكلوها او يشربوها هيشوفوها ان ايه ده، الشخص اللي انا بحبه قوي ده عازمني، يا لهوي ده الدنيا ايه، الدنيا بتضحك لي. فطبعا بيشربوا اي حاجه بياخدوها، وطبعا الحاجه دي فيها منوم. وبعد ما يناموا كانوا بياخدوهم بيطلعوهم في الاوض اللي هيدخلها لسه رجال الاعمال دول، واعتقد الباقي تقدر تستنتجه لوحدك. وكالعاده اللي كان بيتعمل في البنات دول كان بيتصور وكان بيتبعت في الشتات كلها، والصحفيه اللي اتبعت لها الداتا بتاعت التليفون فيها كل الفيديوهات بكل الشتات وتفاصيل كل حاجه حصلت امتى وفين وليه. وعشان تفهم برضو وعشان تفهمي، لان اكيد في بنات هتشوفوا في الفيديو ده علشان الكيبوب، ان الناس دي حرفيا مش زي ما هم باينين. ظاهريا شكلهم طري، محدش ينكر ده، لان بيحطوا مكياج وكده، واللي بيبقى عامل ضوافره واللي بيبقى حاطط مونيكير واللي لابس حلق، بس ما علينا باشكالهم يعني. والبنات بتحبهم علشان شكلهم كيوت مش عشان شكلهم طري، وان هم بيخلوا المجتمع احسن وبيبسطوا الناس وكده. لما نجوم الكيبوب دول كانوا بيعملوا حفلات توقيع بوسترات، كان كل حفله لازم يختاروا بنتين 3 ويعزموهم على مشاريب برضو ويعملوا معاهم نفس الكلام، بس المره دي بيكون ليهم هم مش لحد تاني. طب ليه البنات دي ما كانتش بترفع قواضي؟ لو هم فعلا اغتصبوهم، لو رفعت قضيه المحكمه فعلا هتعرف تثبت ده لو ده فعلا حصل، واي واحده فيهم هتعرف تكسب القضيه وهتاخد تعويض متخلف. لكن محدش كان بيعمل كده، لان المنوم اللي كان بيتحط في المشروب كان بيخليهم يصحوا مش فاكرين اي حاجه غير ان هم ناموا وهم
قاعدين مع الناس المشهوره اللي هم بيحبوهم، وفوق كل ده كمان كان تقريبا الشرطه في ايديهم، وكان اغلب اللي بيمسك التحقيقات بتاعهم او اي مصيبه بيعملوها ضابط صاحبهم اساسا، فكان بيعدلهم الليله وكأن حاجه ما حصلتش، فكانوا حرفيا خارقين، محدش هيقف ضدهم لان حتى الشرطه في جيبهم. وقرروا ان هم بدل ما يروحوا اماكن يسكروا فيها ان هم هيفتحوا المكان بتاعهم اللي هيعملوا فيه كده، وهو البنات يبقى عندهم في مكانهم اساسا، بدل ما ياخدوهم يسكروهم في مكان ويودوهم مكان تاني خالص، هيبقى كل حاجه في نفس المكان من غير لف. والمكان اللي فتحوه ده فيه كل حاجه غلط تيجي في دماغك وما تجيش في دماغك، سهر وسكر وغرف سرية وأي حاجة شمال في الدنيا. وفتحوا المكان فعلا، وبعد يومين بس جونج اللي هو أول واحد بدأنا بيه القصة كان صور واحدة وهو بيستغلها في المكان وبعتها على الجروب وقعدوا يضحكوا كلهم. بس للأسف كانت دي آخر حاجة في الداتا بتاعت تليفونه، ومن هنا يبدأ النص التاني للقصة. The Burning Sun، الشمس الحارقة، أكبر مالها ليلي وديسكو في كوريا الجنوبية كلها. The Burning Sun أو بالعربي الشمس الحارقة. ومن الحاجات اللي خلت المكان ده يشتغل حرفيا حريقة زي اسمه إن سيونجري ده كان هو الدي جي في المكان، فكان بنات كتير بتروح المكان بسببه علشان يبقى قدامهم ويشوفوه، وهيبقى الفرق بينه وبينهم يدوب خطوتين، فبالتالي كان في رجالة كتير بتروح تحجز في المكان ده، وكان بيبقى اغلبهم في الجروبات اللي هم عاملينها، فهم رايحين عارفين هم رايحين يعملوا ايه وليه، وكان اغلبهم بيحجزوا اماكن اسمها الفي اي بي، وباينه من اسمها ان هي للناس الفي اي بي بس. واقل ترابيزه كانت ب$1500، واعلى ترابيزه كانت ب$75,000، والاسعار دي علشان يدوب تحجز الترابيزه. في الحالتين هو مبلغ متخلف، ال75 او ال1500. طب ليه كانت اسعار الترابيزات دي كده؟ لان باختصار كان الشخص الفي اي بي ده اي حاجه حرفيا جوه بيطلبها بتتعمل له. لو كان قاعد وفي واحده عدت من قدامه وعجبته مهما كانت مين وقال لهم ان هو عايز دي بالتحديد، بيعزموه على مشروب ويحطوا فيها نفس الحاجه اللي بيحطوها، والباقي انت عارفه. وكان في اوضه في المكان ده موجوده تحت الارض، ودي كانت بتاعه اللي بيدفع ال75,000. ايه اللي كان بيحصل جوه بالظبط محدش يعرف لحد دلوقتي، ومفيش ولا كاميرا كانت جوه عشان حتى وهم بيهدوا المكان كانوا يدوروا في الكاميرات بتاعته، ما كانش فيه ولا حاجه بتصور اللي بيحصل جوه. الكاميرات كان اخرها قدام الباب ده. بس الاكيد ان اللي كان بيحصل جوه حاجه من العك اللي احنا قاعدين بنحكي فيه من ساعه ما بدانا الفيديو، وفضل المكان ده شغال لفتره كبيره لحد ما بدا يحصل مشاكل في المكان وصلت للاعلام والتلفزيون. منها ان كان في مره واحد من الزباين اتقبض عليه، مع ان كاميرات الشوارع كانت مصوراه وهو مطحون ضرب من البودي جارد بتوع المكان، حرفيا اتسحل في الشارع، ومع كده هو اللي اتقبض عليه. لكن لحسن حظه كاميرات التلفزيون والصحفيين ما سكتوش، وقعدوا يدوروا على الكاميرات اللي حوالين المكان لحد ما جابوا الفيديوهات وهو بيتضرب. وبسبب ان الفيديوهات دي وصلت للتلفزيون وقلبت الدنيا، صدر امر بان المكان يتقفل خالص، وجونج صدر حكم ان هو يتحبس 6 سنين. بس مش عشان الراجل اللي اتسحل، الراجل ده كان بداية كل حاجة، وكان بداية ان الاعلام والناس والشرطة وكل الدنيا يبدأوا ياخدوا بالهم من اللي كانوا بيعملوه. لان الصحفية اللي وصل لها الداتا بتاعت تليفون جونج، الموضوع ده شجعها ان هي تطلع كل حاجة، وبما انها من 3 سنين كانت اتأذت منهم فالداتا كلها طلعت، والمكان ده كان اتقفل في 2019. واخر داتا كانت مع الصحفية كانت من 2016، وكانوا هم اصلا بادئين في ده من سنين، حوالي في 2014 كده 2013 لحد 2019 وهم بيعملوا كل البلاوي دي. فطبعا اللي بدأ يتحاسب على الحاجات دي الاول اللي الداتا اصلا كانت على تليفونه، وبداية كل حاجة كانت من عنده، وهو اللي مؤسس الجروبات. وواحد تاني كان معاهم اسمه تشوي اتحكم عليه ب2.5 سنين. اما الضابط اللي كان بيحميهم يقول لي اكتشفوا بعد كده ان هو شغال مع رئيس الجمهورية نفسه، شال الليلة دي كلها واتحكم عليه حكم محدش عارفه لحد دلوقتي، بس هو فعلا اتقبض عليه واتحكم عليه. بس بما انه كان مع رئيس الجمهورية فمش كل حاجة طلعت.
فايه اللي حصل معاه بالظبط انا ما اعرفش، لانه شغال مع رئيس كوريا الجنوبيه نفسه، فما طلعش عنه كلام كتير. والاخ سيونجري اللي يا رب اكون بقول اسمه صح اتحكم عليه ب 18 شهر بس، اللي هو صاحب المكان اساسا. الغريبه ان كل دي احكام في قواضي اغتصاب وتشهير قدام الملايين، وانا شايف ان الاحكام دي ولا حاجه. والاغرب كمان ان فيهم ناس اساسا خلصوا المده بتاعتهم وبيجهزوا الاغاني والبومات جديده ومشاريع جديده، ورجعوا لحياتهم هي تقريبا، وحفلات في كل حته برضه. وبالتحديد جونج اللي اتحكم عليه ب6 سنين لسه طالع في شهر 3 وبيخطط ان هو يفتح مطعم في باريس. هو عادي ممكن يكون بيعمل شيفت كارير بعد العبط ده كله، بس اتصور برضه في ملاهي ليليه بعد ما طلع وبيعمل كل حاجه كان بيعملها، بس مفيش بقى اثباتات فمحدش عارف يكلمه. بس انا مش عامل الفيديو ده عشان اتتبع اخبارهم ولا عشان اقول لك ان الاحكام اللي صدرت عليهم احكام خفيفه. انا عامل الفيديو ده علشان الناس حرفيا بتتعمي لما بتشوف نجم او لما بتحب نجم. ونجوم الكيبوب دول عشان شكلهم كيوت فالبنات بتحبهم قوي، واي حاجه في الاغلب البنات بتحبها بتتشهر اوفر، والبنات بطبيعتهم مشاعرهم هي اللي بتتحكم فيهم. فلو شافوا حد حلو خلاص الحد ده حلو لحد ما يعمل مصيبه كبيره تثبت ان هو مش حلو، غير كده هو هيفضل يستغلهم ويعمل مصايب اكبر لحد ما الدنيا تتطربق على دماغه، او ممكن ما يحصلوش اي حاجه. فمش عشان شكلهم كيوت وطيبين يبقوا كويسين، قدامك اهو منيلين الدنيا خالص. فزي ما شفت وشفتي مهما كان الشخص شكله كويس وباين في العموم انه بيعمل حاجات كويسه، ممكن يكون ازبل من الزباله. وبس كده وصلنا لاخر حدوتتنا. اخيرا اخر الفيديو. بقالي يومين بصور، توتال وقت تصوير فوق الساعة، فخلاص بنهار. ما تنساش بقى اللايك وتشارك وتفعل الجرس وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتات. وبس يا زميلي، سلام.